أول ما بنسمع عن لعنة الفراعنة بنفتكر على طول أفلام الرعب، لكن السؤال هنا هل اللعنة دي حقيقية؟ وإزاي العلماء ماتوا واحد ورا التاني بعد ما فتحوا مقبرة توت عنخ آمون؟ القصة بدأت سنة 1922 لما هوارد كارتر اكتشف مقبرة توت عنخ آمون. العالم كله بلا استثناء انبهر بالاكتشاف الضخم ده، لكن من بعديها حصلت الكوارث. اللورد كارنرفون كان هو الراعي الرسمي للبعثة، مات بعد الاكتشاف ب5 شهور بسبب عدوى غريبة، وبعده بدأت سلسلة الوفيات تتتالى وتجيب كل اللي شارك في فتح المقبرة. الصحف العالمية قالت إن ده أكيد لعنة الفراعنة، وبدأت القصص تنتشر عن أصوات بتطلع من المقابر، وإن في رسائل بتظهر عن عدم الاقتراب من أماكن الملوك. وبعد كل الوفيات دي في علماء تانيين أثبتوا إن اللي ماتوا دول ماتوا بسبب ميكروبات كانت موجودة جوه المقابر، وإن الميكروبات دي كلها نمت بسبب قفل المقابر السنين اللي فاتت دي كلها. ومع الرغم من إثباتات العلماء إلا إن لحد دلوقتي في ناس مؤمنين بلعنة الفراعنة. بس كده، وآخرا أنا أحمد شكر، وحكايتي دايما في انتظاركم.